بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدين ومتابعين المحترمين. لايك وشيك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، ونصلي على النبي في الكومنتات. ان شاء الله مباراة الاهلي والزمالك بكرة الساعة 8 ان شاء الله. يعني ربنا يوفق النادي الاهلي بإذن الله، وان شاء الله بإذن الله نقدر نفوز. هي مباراة يعني بمعنى الكلمة لا تقبل القسم على اتنين. يعني أكون أو لا أكون، مباراة فاصلة، يعني مهمة للفريقين. الفريق اللي هيكسب هيكمل، والفريق اللي هيخسر يعني الدنيا هتتطربق فوق دماغه بمعنى الكلمة. بس إن شاء الله ربنا يوفقنا إن شاء الله، والنادي الأهلي يفوز بإذن الله. ولكن يا كابتن عماد، بعد إذن حضرتك أركز وحط تشكيلة كويسة. وأرجوك أرجوك، مروان ما ينفعش جنب ديانج، الاتنين ما ينفعوش جنب بعض. انا بفضل ان مروان يلعب. لو هتاخدوا وجهة نظري، انا وجهة نظري في التشكيلة كالآتي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، اتنين قلب دفاع، آه ياسر ابراهيم والعش جنبه. اعتقد ان العش افضل من بيكهام، يعني وجهة نظر، كلها وجهات نظر. يبقى ياسر ابراهيم والعش، وباك شمال ياسين مرعي. طبعا كل الناس هتستغرب الموضوع ده، ولكن ياسين مرعي هو اللي هينفع وهو اللي هيقدر يوقف بزيرة. ان شاء الله يكون قادر على ان هو يوقفه، يعني يوقف خطورته. باك يمين طبعا لا خلاف ان ما فيش طبعا غير محمد هاني هو اللي هيلعبها. مركز 6 دستورير هيكون ان شاء الله مروان عطية. مركز 8 هيكون محمد علي بن رمضان. ومركز 10 بقى يتلعب تريزيجيه، يتلعب احمد عبد القادر. لعب فيها تريزيجيه، هو بيلعبها كتير مع المنتخب. ولعب جناح شمال احمد عبد القادر. وجناح يمين اعتقد زيزو مش هيكون جاهز او مش هيكون موجود، لسه مش عارفين. النادي الاهلي ما اعلنش بشكل رسمي القايمه هتبقى ايه، وهل زيزو موجود ولا لا. يبقى لاعب حسين الشحات. حسين الشحات افوق من طاهر. بلاش تلعب طاهر، لاعب حسين الشحات، هو مش مكانه مش مركزه، بس ان شاء الله يقدر يأدي فيه باذن الله. وراس حربة مفيش طبعا غير محمد شريف، لان جردشار مصاب ومش هيلحق المباراه. ولكن انت كده كده المهاجم، انت كده كده لما بتلعب بن شرقي ما بيرجعش يدافع، او هو في حتة الدفاع ضعيف. فانت لا، لعبه راس حربة بدل ما تخليه على الدكة وتنزله وقت قليل. لا، استفاد بيه، نزله راس حربة. وهو لعبها على فكرة مع كذا فريق قبل كده. فاعتقد ان هو لو لعبها ان شاء الله باذن الله يأدي، وان شاء الله يكون اضافة في المباراة. السلام عليكم.